الكاميرا بتاعت الروبوت اعلى من كاميرا المنظار. تطور للمنظار. الكاميرا العاديه بتاعت المنظار كانك بتبص بعين واحده. لكن دي 3 دي دي 3 دي كاميرا الروبوت 3 دي. الروبوت هو لسه داخل عندنا في مصر قليل، والحمد لله ان احنا يعني كنا من اوائل الناس اللي اشتغلت بالروبوت. الروبوت هو منظار. هي فكره الروبوت هو منظار، بس منظار احدث. زي ما كل حاجه بتتغير، زي ما كنا زمان بنفتح ونبص بايدينا بقينا نبص بالمنظار. طب ايه فايده المنظار عن الحاجات التانية؟ المنظار بيكبر الصوره وبيخليني ادق وفي المقاسات ادق. الروبوت اكتر. الكاميرا بتاعت الروبوت اعلى من كاميرا المنظار. تطور للمنظار. الكاميرا العاديه بتاعت المنظار كانك بتبص بعين واحده. لكن دي 3 دي دي 3 دي كاميرا الروبوت 3 دي. فانت كانك دخلت قعدت جوه البطن. انت كانك قاعد جوه اوضه، شايف ده فوق وده تحت وده يمين وده شمال. المنظار انت بتتعلم انك تتعود بتشوف بعين واحده، لكن في الروبوت انت شايف بعينيك الاثنين، كانك عينيك الاثنين جوه البطن. دي اهم تقنيه في الروبوت، اللي هي الفيجن بتاع الروبوت 3 دايمنشن. 3 دايمنشن بالظبط. دي اهم تقنيه، فانت شايف الابعاد كويس جدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا في الروبوت، آلة المنظار آلة ستريت، عدله. انت ربنا خلق لنا ايدينا فيها مفصلات، ايدينا بتلف يمين وبتلف شمال. فالروبوت الآلة بتاعته بقت زي ايدك. فانت دخلت بايدك جوه البطن، بتقدر تلف يمين وتلف شمال بحريه، وبالتالي بتوصل لاماكن كنت بتوصلها بصعوبه بالمنظار، بقيت توصلها اسهل بالروبوت. وبتعمل المانوفر اللي هتعمله اسهل بكتير، لان بقى عندك سهوله، يسر في الحركه اكتر بكتير فالروبوت غير الدنيا خالص. تطور كبير، تطور رهيب في جراحات السمنه وجراحات الاورام وجراحات العامه. يعني الدنيا ما بتوقفش، كل يوم هتلاقي حاجه جديده طالعه. واهم حاجه ان انت تواكب الجديد، يعني اهم حاجه ان انت تمشي في الجديد.